عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهارده هدخل معاكم في الغدا، بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده. ابتديتوا كده تكتبوا لي كومنتات حلوه زيكم كده وتتفاعلوا على القناه، والله فرحتوني. ولما الاقي كمان حد بيشترك وبيعلق لي بفرح كتير وربنا يخليكم ليا. النهارده هدخل معاكم في الغدا على طول. النهارده قلت اعمل ايه. طلعت الارانب دي اللي كنت جايباها معاكم، كنت جايباها من البلد، اللي انا وريتها لكم من الحاجات اللي جبتها من البلد. طبعا الارانب انا ما باكلهاش من اي حد وخلاص، لازم اجيبها من حد مضمون. انا كنت في البلد جبتها من البلد وانا في البلد، غير كده ما بحبش اجيب الارانب، لازم اكون ضامنه الحد ده اجيب منه الارنب. يعني ما بحبش اروح عند بتاع الفراخ دي الفراخ واقول له عايزه ارنب، لا ما بحبش، لازم الفراخ دي تكون تربيه بيتي ومن البلد كمان، غير كده ما باكلش ارانب. قلت ايه، هعمل معاكم الطريقه دي يا رب تعجبكم، ولو بتعملوها بنفس الطريقه بتاعتي قولوا لي هي بنعملها بنفس الطريقه، لو طريقه مختلفه يا ريت تقولي لي طريقتك عشان اعمل، لو اجربها انا كمان. النهارده اعمل لكم الطريقه بتاعتي. جبت هنا اللي طبعا الارانب دي كنت نقعها بليمون وملح حوالي ساعه كده، وبعد كده شطفتها كويس، وبعد كده جبت شويه توم كده، راس توم كده، ودقيتها كده وحطيت لها رشه ملح وفلفل اسود، هتبلها كده، هتبلهم في بعض كده زي ما انتم شايفين كده، وامسكها كده اتبلها، كل واحد قطعه كده امسكها اتبلها. وزي ما قلت لكم انا الارانب دي ما باكلهاش من عند اي حد وخلاص، لازم يكون حد ضمنه، وانا اصلا ما بضمنش حد. لا لما اروح البلد لا بجيب الارانب، غير كده ما بجيبش، وبستنى لما بنزل يعني كده البلد واجيب الارانب دي. وزي ما انا قلت لكم دي تربيه بيتي يعني، غير كده ما بجيبش من حد. او لو مثلا ربنا يخليها ليا تكون مثلا مربياها تديها لي، انما دي لا، هي مش مربيه ارانب، اليومين دول مش مربيه ارانب. دي اشتريتها من واحده في البلد كده، اشتريتها منها زي ما انتم شايفين كده. تبليها والراس، مين بيحب؟ في ناس بتحب الراس وفي ناس ما بتحبهاش، ده الاكل ده اذواق، في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش. انا نفسي اولادي مش كلهم بياكلوا الارانب، على انها مغذيه وخفيفه وصحيه، بس ما بيحبوهاش. يعني هي اولا الارانب دي حلوه وخفيفه ومغذيه، بس سبحان الله ما بيحبهاش خالص. قلت ايه، طبعا مش تحت هما ما بيحبوهاش ما بعملهاش، لا انا اعملها للناس اللي بتحبها طبعا. قلت اتبلها كده معاكم، والقنصه برضو الكبده كده، هي طبعا ما فيهاش قنصه، دي فيها حاجه كده بس انا رميتها، دي الكبده بتاعتها دي كده نتبلها. وطبعا انا مش هعمل الكميه دي كلها، انا هعمل بس للعدد اللي هياكل، والباقي عادي هعمل له فراخ، انا مش هعملها كلها يعني، انا بس هتبلها واخد منها اللي انا هطبخه النهارده، والباقي احطه في كيس في الفريزر اليوم تاني يبقى متبل. زي ما انتوا شايفين بعد ما تبلتها حطيت حله على النار كده، حطيت فيها معلقه سمن، ما تكتريش سمن، هي بس عشان نديها صدمه كده على النار. وجربوها بس بالطريقه دي وهي هتعجبكم. لازم تسخنوا السمنه كويس لغايه ما تسمعوا الصوت ده عشان ما تلزقش منكم. طبعا انا قلت لكم تسووها كلها عشان دي كتير على العدد اللي هياكل، هسوي على قد اللي هياكل بس. شايفين حبايبي كده انا بديها زي صدمه كده على النار، مش تحميره، صدمه بس. ما اقدرش اقول لكم قد ايه ريحه الثوم وهي بتتحمر خطيره ازاي. بديها صدمه على النار كده بعد ما طبعا تبلتها معاكم، تديها صدمه كده على النار، بس ما اقدرش اقول لكم الريحه عامله ازاي، قلب الشقه حرفيا يعني. وجربوها بس بالطريقه دي وهي هتعجبكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده، انا بشوح فيها كده واقلب فيها كده، هي خلاص كده. لا وهي بشوحها بسخن ميه على العين التانية، لازم اطشها بميه سخنه عشان تستوي بسرعه. اطشها بميه كده سخنه، بس لازم تبقى سخنه عشان تغلي بسرعه، واسيبها تستوي كده. لو عايزه ازود لها ميه ازود لها، بس انا ازود لها شويه كده واحط لها ورق لورا كده، بس بلاش فلفل اسود عشان بيسود الشوربه، خليكي في الورق لورا كفايه. ولو لا هي ورق لورا كفايه بس، وملح بس، انا مش هحط لها الملح دلوقتي، لما تبقى قربت تستوي
سيبها كده تستوي مع نفسها. زي ما انتوا شايفين طبعا عارفين ان القراني بيتعامل معاها هي رز وملوخيه، يعني ما يتعاملش معاها الاكله دي طبعا. بصوا كده قراني يعني رز وملوخيه. قولوا لي عاد مين بيحب القرانب، قولوا في الكومنتات مين بيحبها وطريقتها بيعملها ازاي، زي طريقتي ولا مختلفه. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي الغدا. طبعا انا مرضيش اجيب معاكم الملوخيه، عملتها معاكم اكتر من مره، ودي القرانب دي حمرتها، وده الرز. طبعا اطباق الرز عملت الرز وملوخيه. وطبعا في ناس بتحب طبعا مع الارانب تاكل عيش، الحاجه اللي تريحك يعني للارانب. وجربوها بالطريقه بتاعتي دي وهتعجبكم ان شاء الله. هنا يا حبايبي الحمد لله ده غدينا، ونليه اشطب المطبخ. طبعا ايه زي ما قلت لكم كل مره لازم بعد الغدا على طول عشان ما تكسليش تشطب المطبخ على طول بعد الغدا على طول. انا عن نفسي ما بستناش دقيقه واحده، بعد ما اتغدى على طول بشطب المطبخ عشان ما يبقاش ايه تقيل عليا. لو قعدت شويه كده بحس ان انا خلاص مش قادره اقوم تاني، خلاص انا يومي خلص كده وما اقدرش اقوم تاني. لا بحب اغسل على طول كده عشان ارتاح واقعد كده والمطبخ يبقى نضيف. المطبخ، البوتاجاز، اي حاجه كده ورايا في المطبخ اخلصها وبعد كده اطلع ابقى كده مرتاحه، ما اقعدش يعني مثلا. هنا طبعا غسلت الاطباق والصواني وكل حاجه. طبعا لازم اغسل الفلتر والحوض ده، انا متعامله مع الحوض كانه طبق زي ما بقول لكم كل مره. لازم بعد ما تخلصي المواعين بس اخر السلكه كده طبعا هترميها، تمشيها كده على الحوض، على الحنفيه، على الرخامه، عشان ايه ما نسيبش الحوض وسخ. جايبينها بيبرق اهو. طبعا بعد ما خلصنا غدا وقعدت شويه بره، قالوا عاوزين عصير يا ماما، الجو حر زي ما انتوا شايفين حر كده. قلت ايه اعمل لهم عصير. معرفش ايه الصيف اللي دخل علينا فجأة ده، صيف يعني بنشغل المراوح وقربنا نصيف يعني. قلت لهم ماشي هروح عندي كده كام جوافية، قلت ايه اعمل لهم ايه عصير. بحب اعمل لهم العصير في البيت بدل ما يشتروا اي حاجه من بره كده، عصير من بره ولا حاجه مش حلوه. قلت ايه اعمل لهم عصير في البيت. كان عندي الجوافه دي قلت اعملها لهم، عملتها لهم كده وتبقى مغذيه ومفيده ويترطب علينا في الحر ده. انا معرفش ايه الحر ده، اول ما رمضان جاي علينا جه الحر، جه الحر. الجو كأنه صيف يعني بنشغل المراوح كمان. انا عن نفسي من الناس اللي بتحر بسرعة، الحركة الكتيرة يعني ما بشتغل كتير في الشقة كده بتحر بسرعة وبشغل المروحة. هنا كنت عملت العصير بصبه لهم في الكوبايات، هو ده القوام المظبوط اللي احب اعمله. وتفضلوا معايا العصير. طبعا انتوا عارفين يوم الخميس عاد بيبقى سهر، بيبقى عاوزين يعوضوا باقي الاسبوع كله نوم بدري وصحوان بدري. قال يا ماما احنا النهارده الخميس طبعا هنسهر شويه، قال عاوزين ناكل ايه فشار. قلت لهم ماشي هقوم اعمل لكم. وكان عندي كده فنكوش كنت جايباه في مشتريات كده، قلت اعمله لهم سهل وسريع يعني ويتعمل في ثواني يعني. شوية زيت على النار قليلين كده تسخنيهم وترمي فيهم الفنكوش خلاص على كده. بس انا احب اجيب الفنكوش اللي مش ملون، محبش الملون ده بيبقى فيه حاجات صناعية ومش بغذي يعني، واحسن من الشيبس والكاراتيه. قلت اعمله لهم في البيت احسن. يا ريت انت برضو تعملي لهم كده يوم الخميس فنكوش، فشار، الحاجة اللي بيحبوها يعني، بدل ما يشتروا من بره. يقولك يا ماما عايزين نشتري من بره ب5 جنيه تملي لهم الدنيا. يعني انت هتشوفوا كده الطبق مليان كده كل ده ب5 جنيه. ال5 جنيه لو راح طفل اشترى بيها مش هتشتري له كيس شيبسي ومش هيعجبه كمان. ليه اعملي في البيت الفنكوش الفشار منام انت عاملاه احسن برضو من الشيبسي. ولو وصلت لغاية هنا يا حبيبتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتكتبي لي كومنت حلو زي كده. شايفين 5 جنيه ملا الطبق وكلوا وشبعوا الحمد لله، واحسن بقول لكم من الشيبس وكل حاجة والكاراتيه والحاجات دي الصناعية اللي بتجيب من بره. اشوفكم على خير ومع السلامة.